السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده بقى نعمل الجلاش بالكاستر كده، حاجة كده تحفة. بس عامل ازاي؟ ما شاء الله، ما خدتش مننا وقت خالص. كاستر جميل جدا جدا وجلاش روعة. يلا بينا كده مع بعض نشوف هنعملها ازاي. تعالي هنا، رايحة فين؟ لازم اكلك. معايا هنا لف الجلاش ومعايا كاستر، ومعايا كوباية من الحليب، ومعايا زبدة، ومعايا سكر. أول حاجة هنزل بكوباية كبيرة من الحليب، هنزل عليهم 3 معالق من السكر، وهنزل ب3 معالق من الكاستر، واخدهم على طول كده على على البوتاجاز. مجرد الكاستر ما يلف معايا كده حلو أوي، هجيب كيس عقبال ما أخلص مثلا الجلاش واغطيه عشان ما يشققش. هجيب كده صينية، احط فيها زبدة، يعني حطي حلو، يعني ما تبخليش في الزبدة، الجلاش بيحب الزبدة. بعد كده بقى هجيب، دي لفة الجلاش عندي. عايزين ناكل حاجة حلوة، فقلت ايه والله لا اقوم اعمل لكم حاجة حلوة. ايه بايه ولا بايه؟ لا، بالكاستر. هتجيبي بقى الورقة، تحطي حرفها بره كده وحرفها في في الصينية، كأنك بترسمي كده اهو، واحدة كده خلف خلاف، واحدة من هنا واحدة من هنا، لغاية ما تحسي ان انت عملتي طبقات حلو. حطي بقى ورقتين عشان لما نيجي نحط الكاستر يبقى الطبقة تقيلة. واحط بقى كده الزبدة. ما تقوليش بقى الزبدة كتير ولا حاجة، لا، هو الزبدة كده حلوة قوي. هجيب بقى كده الكاستر وهي هنزل كده على الجلاش، ونفرده حلو قوي كده، واروح مغطية بقى بقية الجلاش ده على على الصينية، بالراحة خالص، يعني ما تحاوليش تدوسي بإيدك قوي. نحط برضو الزبدة لغاية بقى ما نخلص الكمية كده كلها كلها. أكون طبعا عاملة ورقتين على قد الصينية، عشان دول اللي هحطهم فوق خالص. واحط برضو زبدة، حاجة سهلة وما فيهاش أي حاجة. هجيب كده الورقتين اللي أنا قطعتهم على قد الصينية، واحط الزبدة واحطها بقى في التلاجة، في الفرن، معلش يا حبايبي. قبل ما احطها بقى في الفرن هقطعها. انا بحب اقطع الحاجات قبل ما احطها في الفرن بصراحة. اقطعها كده 4 ارباع، واقطعها بقى سمبوسات كده، مثلث، عشان تبقى سهلة معايا اما ما تستوي. والله قبل ما تستوي ريحتها جميلة جدا. احطها بقى في الفرن، مش هتاخد نص ساعة. عاملة هنا الشربات، كوبايتين من السكر، كوباية ونص من المية، وعليهم عصرة ليمون. هنحط بقى ندلعها شوية كده بشوية فستق صغيرين كده. ايه رأيكم بقى؟ يلا بقى بسرعة جربوها كده وقولوا لي ايه رأيكم. اتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب، واشوفكم على الف خير. في رعاية الله يا حبايبي.